السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. وصفة طبعا من اكلات الشتاء، اكل الشتاء الجميل المغذي اللي بيدفينا ويدفي اولادنا ويغذي اولادنا. الوصفة دي جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو ما عملتيش لايك اعملي لايك واعملي اشتراك لو مرة يشوف القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين الوصفة بتاعتي عبارة عن فول. الفول ده احنا بنجيبه من عند بتاع العطارة، من عند العطار. بتجيبي الفول اللي احنا بندمسه، بتاخدي الفول بتبليه تقعديه يعني نص، ممكن يعني تبيتيه ليلتين لحد ما تلاقي القشرة بتاعته طلعت معاكي. نجيب الفول وننقعه، ولما تلاقي القشرة بدأت تطلع معاكي بتبتدي بقى ايه، خلاص كده هو جاهز على العمايل. هنبدأ بقى الأول هنقول لكم نعمل ايه. انا معايا كده شوية زيت، ومعايا بصلاية متوسطة، ومعايا هنا كزبرة. الكزبرة دي يا حبايبي انا فرماها في الكبة، او ممكن تدقيها في الهون. فرماها بالكبة بتوم وفلفل اخضر وملح وكمون. ماشي، كل ده فرمته في الكبة، وبعد كده نزلت على البصلة اللي انتوا شايفينها ديت وشوية الزيت على البوتاجاز بتاعنا. هنحط الحلة على البوتاجاز ونحط فيها الزيت وبعد كده البصلة والخضرة اللي قدامكم دي. انا ما صورتش الدقة بتاعتها. الخضرة ديت عبارة عن فلفل اخضر والكزبرة، فلفل اخضر وكزبرة وتوم، فرمتهم في الكبة. وبعد كده هنزل بقى ايه بعد ما اشوحهم كده وريحتهم تطلع كده تبقى جميلة. بيكون عندك شوربة، الافضل ان انت تحطي شوربة. عندي شوربة كده كانت في التلاجة، جيت مفضية بقى ايه الشوربة بتاعتي. يعني كانوا اللي عندي يعني شوية شوربة وزودت عليهم مية. انت لو ما عندكيش شوربة عادي بتحطي مية وتحطي مرقة دجاج. ماشي، هنزل بقى بالملح بتاعي، الفلفل الاسمر، شوية الشطة بتوعي او البابريكا، وهنسيبها بقى تغلي معانا كويس كده. اظبط الملح اهم حاجة، وبعد كده الاقيها بقى غلت كده كويس، ريحة الكزبرة مع الثوم مع البهارات مع الشوربة طالعة تحفة. ومعايا هنا قرن فلفل حراق، انا عايزاها تبقى حراقة كده، حراق بقى مع اكل سخن فعلا فعلا بيدي طاقة هتعجبك ان شاء الله لما تعمليها في الشتاء اللي احنا فيه ده. وطبعا ساقعة و... وأكلة مغذية. خلاص كده أنا الفول بتاعي أخدته. أول ما لقيت بقى إيه، خلاص الشوربة غلت معايا، كنت أنا مصفية الفول، نزلت الفول بتاعي كده في الشوربة. هنسيبه بقى لما يستوى خالص، هو مش هياخد معاكي سوا كتير لأني انتي كنت نقعيه. هنزله كده وهبتدي بقى أحضر بقى إيه بقية الخلطة بتاعتي. خلاص كده بصوا ما شاء الله استوى معايا، مخدش معايا وقت. هبتدي بقى اعمل الخلطة ايه، انزل بيه. دي كوباية رز انا غسلاها ومصفياها. انا غاسلة كوباية رز ومصفياها. انا برضو كنت عاملة كمية فول كتير عشان انا ايه، عاملة لجيراني وحبايبي، وطبعا ايه ولسلفتي ولاختي كده. يعني انا حبيت اعمل كتير واوزع منها لان هي ما شاء الله بتوزع وبتعمل كتير. فانا حطيت كده الرز بتاعي برضو هسيبه لما يبتدي يستوي. بصوا الرز خلاص استوى معايا ما شاء الله، والفول استوى. هبتدي بقى انزل بقى ايه بالسلق بتاعي. انا عندي كده حزمة سلق، مسكتها سلقتها، او حزمتين. مسكتها سلقتها وجيت ماسكاها بعد ما سلقت السلق. طبعا باخد الورق زي القلقاس بالظبط، باخد الورق واسلقه واجي ضرباه في الخلاط واجي نازله على على الفولية بتاعتي. هو ده اللي بيديها اللون الخضار بتاعها الجميل. خلاص كده هي كده جاهزة من كل حاجة. بصوا يعني كده فاضل بقى ايه الطشة بتاعتها. انا هسيبها بقى كده تلف مع نفسها وتاخد من طعم السلق. بجد السلق بيديها طعم جميل جدا. وطبعا اكله كده تدفي شتويه جميله. طبعا زي ما انتم شايفين انتوا عارفين ان الدقه دي ايه، او الخلطه دي ايه. الخلطه دي اللي انا خدت منها معلقه حطيتها على البصله في اول في اول الطبخه بتاعتي. هنا الدقه بتاعتي دي ايه، كزبره خضراء وفلفل اخضر و... و... وتوم، بس طبعا راس توم كده تكون مظبوطه. وضربتهم في الكبه، لو عايزه تدقيهم في الهون ماشي. وهنا معايا هنا معلقتين من الزيت حطيتهم في الطاسة على النار، وجيت مفضية الدقة بتاعتي دي. بصوا اتحمرت معايا ازاي. انا ما شاء الله عاملة كمية، فعشان انا حابة ان انا احط على وش الاطباق كده في كام طبق هحط على وشه.
كده خدت اللي انا عايزاه، كفايه الحبه الكافيه اللي انا عايزاهم. وبعد كده هنزل بقى ايه ببقيه الطشه بتاعتي. بصوا اهي نزلت بيها خلاص، كده هتاخد غلوه واحده عشان الفوليه بتاعتي تاخد من طعم التوم بقى المتحمر ده والكزبره. حاجه كده تحفه والله، حاجه في طعمها فوق الخيال بجد بجد، عجبتني جدا. والاكله دي انا بحبها وجميله جدا في الشتاء وتدفي اولادنا، واعملها لهم بس بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبهم. بصوا ما شاء الله خلاص كده هي استوت، وما شاء الله عليها. خلي في علمكم التصوير هو اللي محمرها شويه، لكن هو السلقه اصلا كان مخليها خضره. هنبتدي بقى نفضي بقى كده، وبعدين ممكن تفضيها في اطباق، تغرفيها في اطباق، تفضي كل الكميه بتاعتك في اطباق وتسيبيها لو انت عايزه تاكليها بارده. عايزه تاكليها سخنه ممكن تفضي بقى على قدك وتسخني. انا بقى فضيت اللي فضيته اللي انا هوزعه كده على الجيران وعلى اخواتي. والباقي بقى ايه سبت بقى اللي فضل كتير فضل في الحله برضه، واللي عبيت له يعني عبيت كده يعني. المهم ايه انا عملتها ووزعت منها، كانت تحفه جدا. وزي ما انتم شايفين كده حاجه ما شاء الله. وطبعا بعد ما غرفتها خدت بقى من الدقه اللي انتوا شفتوها ديت ورشيت على الوش، الدقه اللي هي كانت كزبره وتوم. وزي ما انتم شايفين كده الوصفة بتاعتنا الجميلة المغذية اللي تدفينا في الشتاء. والسلام.